السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنحضروا مع بعضياتنا اليوم كونفيتير بالليمون وبالحامض. كونفيتير رائع، وكلكم كتعرفوا المذاق ديال الليمون والحامض كيف كيتواتاو بزاف. المهم عندنا 2 ليمونات موين وحامضه، كنشدوهم كنغسلوهم مزيان، كنحطوهم في الكونجيلاتور ليله كامله. من بعد كنحكوهم في الحكاكه الغليظه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. تنحكوهم باللب بالقشره بكل شيء ليها، يعني كيف ما جمدناها كنحكوها هكاك. كنضيفوا ليها 1 كيلو ديال سنيده كيف ما تتشوفوا. حطيناها في الطنجره ديال الضغطه ولا طنجره عاديه، وكنضيفوا سنيده، وغادي نضيفوا اطرو ونص ديال الماء، وغادي نضيفوا ليها اطرو ونص ديال الماء، وغادي نحطوهم فوق من النار مهيله ماشي مجهده بزاف. المده تتراوح ما بين تقريبا ساعه ونص حتى لساعتين على حسب البوطه ديالكم. ونصيحه انكم ما تسدوش، ما تضغطوش على الغطايه، خليوها منفسه حيت كيفيض واحد شويه بعد النوبات على حسب الجهد ديال البوطه. ها نتوما كي كتشوفوا الماء والليمون اللي حكينا والحامض على هذا الشكل، كنخليهم فوق البوطه حتى كيطيبوا مزيان. ها نتوما كي غادي يخرج في الاخير، هذا هو القوام ديالو، نتوما غتشوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما طفيت عليه البوطه. كيبان لكم جاري ولكن ما حدو تيبرد وهو تيعقاد. انا حصلت على 4 ديال القراعي، 3 كبار ووحده مويان. هذه هي الكميه اللي كيعطي. هانتوما كتشوفوا، انا نوريكم القوام ديالو كيفاش من يبرد. هانتوما كتشوفوه وراه تيجي لذيذ، نتمنىكم تجربوه. هانتوما شفتوا القوام، هذا هو القوام ديالو من بعد ما برد. وراه كتقدري تحضري به حلويات تاكليه مع الخبز، يعني عادي. كونفيتور رائع ولذيذ. وشهية طيبة، ونتمنىكم تجربوه، واللي جرباتو ترد عليا تقول لي كيفاش جاها. الدراري عندنا تيحماقوا عليه في الدار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وراه الوليدات ملي غاديين يذوقوه غاديين يوليو مدمنين عليه، لانه فريمون شي حاجه لذيذه ورائعه. الله يصلح الوليدات كاملين ويسر امرهم يا ربي. وحنا على ابواب الامتحانات، نتمنى التوفيق للجميع يا رب يا كريم. والله ينجح الوليدات ويصلحهم ويجعلهم صالحين مصلحين في الارض يا رب يا كريم. وهذا هو القوام والنتيجه النهائيه ديال هذا الكونفيتور. وكيف ما قلت لكم نتمنىكم انكم ما تبخلوش وتجربوه. وراه غادي نتول وصفه معتمده عندكم، ما يوليش يخطاكم في البيت ديالكم ان شاء الله. في امان الله وحفظه.